رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي يفاجئ الأهلي بخبر مفرح قبل مباراته الهامة والمرتقبة مع الترجي التونسي في قبل نهائي إفريقيا، ويصدم الترجي. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. قبل المباراة الهامة والمرتقبة للنادي الأهلي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي والتي ستلعب في تونس، فقد صرح رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي وأدلى بتصريحات لشبكة إفريقيا سبورت، وقال هناك عقوبات ستوقع على الترجي التونسي بسبب شغب جماهيره في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل الجزائري في أحداث لم تشهدها القارة الإفريقية من قبل. وكان هناك انفلات أمني كبير، حيث شاهدت أحد جماهير الترجي يحمل منشار كهربائي ويدمر به الملعب ويشعلون النيران، وهذا أمر خطير للغاية. فنحن كنا وقعنا عقوبات على الترجي من قبل بحرمانه من الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي، حيث تأخرت المباراة مع الأهلي قرابة الساعة، وكنا وقعنا عقوبة على الترجي بحرمانه من الحضور الجماهيري لمدة 4 مباريات، منها 2 قد لعبوا بدون جماهير، و2 قيد التنفيذ في حال أعمال شغب. وهذا ما شهدته مباراة الترجي مع الأهلي والترجي. ومباراة الأهلي والترجي سوف تنقل من ملعب رادس إلى ملعب آخر في تونس، وستكون بغياب الحضور الجماهيري. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في إصدار الكاف عقوبات على الترجي بحرمانه من جمهوره في مباراة الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، وفضلا منكم وليس أمرا لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك منكم للقناة دعما منكم لها، وأيضا ليصلكم منا كل جديد.